السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا بعتذر طبعا عن غيابي الفترة اللي فاتت. كنت تعبانة شوية وبعد كده ابني تعب شوية. الحمد لله رب العالمين، الف حمد وشكر. بس النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع الاجهزة. مش كل الاجهزة طبعا، انا اتكلمت عن جزء من الاجهزة الفيديو اللي فات. الفيديو ده جهاز ما حدش يستغنى عنه، مفيش بيت يستغنى عن الجهاز ده، اللي هو الخلاط او ايا كان بقى، خلاط، كبة، مفرمة، ايا كان. انا هوريكم الغلطة اللي انا غلطتها، وهوريكم انا كنت بفكر ازاي في اول جوازي او انا بجهز يعني. انا كنت بفكر في اني انا عايزة مجموعة يكون فيها كل حاجة، علشان ما اجيبش خلاط لوحده، هاند بلندر لوحدها، كل حاجة فيها جهاز او كل حاجة بموتور. فانا فكرت ان انا اجيب مجموعة، فكانت قدامي مجموعة براون. حسيت ان هي كويسة جدا، هوريها لكم دلوقتي. دي مجموعة براون، هقول لكم مكونة من ايه. اول حاجة الهيد دي، الهيد دي اللي هي الموتور. خلاص، ده براون الاصلي. هو الموتور الحمد لله بقاله مثلا معايا 6-7 سنين، الحمد لله رب العالمين، مفيش اي شكوى منه. بس في حاجات تانية هقول لكم الميزة والعيب في كل حاجة فيها. بيجي مع المجموعة الدورق ده، تمام. هقول لكم برضو سعته ايه، 1250 يعني لتر وربع. تمام. الدورق ده بيجي فيه سكينتين، سكينة عادية اللي هي الناعمة دي، تمام، وسكينة تانية، السكينة التانية المشرشرة دي اهي، واحدة كده وواحدة كده. المشرشرة دي انا ما استعملتهاش خالص، اعتقد ان هي للحمة، بس انا ما استعملتهاش، ما جربتهاش بصراحة. عيب الدورق ده اني انا مثلا لما بحط فيه بصل، البصل من تحت بيتفرم كويس جدا، يعني الجزء اللي تحت ده كده بيفرم البصل حلو قوي، ولكن اللي فوق بيفضل زي ما هو. انا ما بحطش كمية كبيرة، والبصلايه بقطعها على 4 كمان، اللي فوق ده ما بيتفرمش، خلاص بيفضل صحيح زي ما هو. تضطري بقى ان انتي تفتحي وتقلبي وتعملي تاني. لو انتي بقى هتستني، لو ما قلبتيش وهتستني اللي فوق ده يتفرم، يبقى اللي تحت ده هيتعصر، فاللي تحت ده هينعم معاكي جدا وهيعمل ميه، فالاحسن ان انتي تقلبيه، خلاص، عشان كله ياخد نفس الفرمه. الحاجه التانية، ما ينفعش تعملي فيه الطماطم، ما ينفعش خالص، بتطلع حتت، ما بتطلعش عصير طماطم، لا. هو ده بعمل فيه عصير الطماطم، بعملها للمحشي عشان بتطلع قطع كبيرة شوية، فما فيش مشكلة في المحشي، لكن عصير طماطم تعملي بيها صلصة تسبيكة او كده، لا، ما ينفعش في الدورق ده. تمام. القطعة التانية اللي بتيجي معاه القطعة دي، ماشي. القطعة دي مش عارفة والله دي ممكن تبقى قد ايه، هو مش مكتوب عليها اي سعة، بس هي صغنونة خالص، شايفين قد ايه صغيرة خالص. دي علشان تومة، علشان تحديقة بتنجان بقى، يعني لو انت عايزة تعملي مخلل فتعملي حاجة بسيطة كده. لو انت عايزة تخرطي بصلاية مع طماطمية مع فلفلاية، الحاجات البسيطة دي، لكن ما تاخدش كميات. تمام. هتستغربوا من لون الغطا، لاني حصل في الكبة دي حصل فيها حاجة، ان الحتة دي، بصوا، السكينة من هنا، الحتة دي مع الحتة اللي بتتعشق فيها من هنا، الاتنين دول حصل لهم تآكل بدون سبب، يعني حصل لهم تآكل، فودينا التوكيل. التوكيل قال لنا طب استنوا هشوف لكم قطعة الغيار اللي هي دي، اللي هي الغطا بالسكينة. قالوا لنا عاملة 600 جنيه، والكلام ده او 650، الكلام ده من سنة ونص. فده اول عيب. بعد موضوع البصل والطماطم، بعديه بيجي بقى ايه، قطع الغيار اللي في براون غالية. يعني المجموعة كلها كانت في حدود 1500 او 1700 تقريبا. لما قطعة الغيار دي بالسكينة بتاعتها تبقى ب600 جنيه، يعني ممكن يكون تلت المبلغ، حق الكب البتاع ده كله، المجموعة كلها تلتها في غطا وسكينة، فكده كتير يعني. تمام. بيجي معاها ايه تاني، بيجي مع المجموعة الدورق ده، الدورق ده 600 ملي،
600 مللي. تمام. بيجي معاها الايد بتاعه الهاند بلندر، خلاص بتتركب كلها، كل حاجه بتتركب في الموتور اهي. تمام. احلى حاجه بقى في الموضوع كله، المجموعه كلها احلى حاجه فيها هي الهاند بلندر. ليه بقى؟ عشان انها استانلس. لاني كان عندنا واحده بلاستيك ما كانتش كويسه مع مثلا الاكلات السخنه. دي انا بعمل العدس وبحطها في الحله، بعمل بيها اضرب بيها اي حاجه سخنه، ما فيهاش مشكله خالص لانها استانلس تتحمل السخونيه ودرجه الحراره، ما فيهاش اي مشكله. لكن البلاستيكات بصراحه ما كانتش كويسه خالص. تحطيها في شوربه، تحطيها في، انا بعمل بيها عصير الطماطم. يعني لما بحط طماطم على النار وعايزه تتسبك وبسلقها بعملها بضربها فيها، ما بنقلش حاجه بصراحه في الخلاط. فدي كانت اول مجموعه اللي هي البراون. العيب اللي فيها ان الدورق ده لازم تقلبي كل شويه. الطماطم فيه ما بتطلعش عصير، بتطلع قطع. تمام. ان قطع الغيار بتاعه البراون غاليه، هي دي عيوب البراون. تمام. نيجي بقى للجهاز التاني اللي هو هتلاقوا ماركته غريبة شوية. بصوا يا جماعة، يعني لو اللي عايز يعني ياخد الماركة دي، تمام، اسمها روبوميكس. تمام. الخلاط ده انا استعملته من سنتين. تمام. الخلاط ده رغم ان هو ماركته مش حاجة جامدة ولا حاجة مشهورة، الا انه ما شاء الله الله اكبر، حلو جدا جدا. سرعة والقطع الغيار، كل حاجة فيه حلوة قوي. هوريكم دلوقتي. اول قطعة بتيجي في المجموعة دي هي مجموعة، اول قطعة بتيجي في المجموعة دي اللي هي الكبة. تمام. الكبة الساعة بتاعتها 1200. تمام. بيجي معاها الكبة دي، خلاص فيها قطع كتير بقى، وبتسهل عليا جدا في التفريزات. وعملت قبل كده معاكم تفريز الجزر بيها، كانت حلوة جدا. قطعة الغيار اللي هي في الكبة دي جاية معاها حاجات كتير بقى، هوريكم دلوقتي. جاية معاها دي، بنحطها هنا علشان نعمل بيها حاجتين، يا اما دي المفرمة يا اما العجان. دي بتاعة العجان خلاص، ودي بتاعة المفرمة. بنحط دي هنا، خلي بالكم برضو وانتوا بتحطوها اهي. تمام. هي كده تضرب معاكي بصل، تضرب معاكي اي حاجة عايزة تتفرم، بس طبعا ما عدا الطماطم. حلوة جدا وسريعة قوي، ما شاء الله حلوة قوي بصراحة. تمام. يبقى هنا بنحط القطعتين دول للي عنده الكبة دي ومش عارف استخداماتها او مش عارف قطع الغيار بتاعتها، دي بتتحط فيها الاتنين دول. تمام. طيب اللي بعد كده بنشيل دي نفسها وبنحط العمود ده كده اهو. وبنحط بقى ايه الحاجات دي ايه بقى؟ دي علشان تعملي الشيبسي. خلاص بتطلع بسهولة جدا، بتطلع كده، بتزقيها من ورا اهي، بتزقيها خلاص، وبتتعشق في الحتة الشفة دي، بتخش هنا. دي ليها كذا واحدة قطعة غيار تانية برضو. يعني عندنا مثلا دي وعندنا دي للبشر، ودي علشان تعملك اي حاجة صوابع. لو انت عايزة مثلا جزر صوابع، لو انت بتعملي مخللات ولا حاجة وعايزة الخيار صوابع، اي حاجة، هي دي هتعملك صوابع، دي هتعملك بشر. وبتركب بمنتهى السهولة برضو اهي. تحطيها كده وتزقيها من هنا، خلاص هي كده ركبت. تمسكيها وتحطيها هنا في العمود، هي كده ركبت. تقفلي عليها وتبتدي تشتغلي، وتحطي بقى ايه الحاجات اللي انت عايزه تقطعيها من هنا. تمام. طيب دي تاني حاجه. انتوا شايفين قطع الغيار قد ايه؟ وهقول لكم في الاخر السعر مفاجاه يعني. تمام. في هنا بقى ايه، دي انا برضو ما استعملتهاش، بس دي اللي انا اعرفه ان دي بتاعه الكريم شانتيه. ودي قطعه تانية بتاعه العصاير، البرتقان والبتاع ده، الليمون، العصاير يعني عموما. بس طبعا انت مش بتقفليها، لان انت بتبقي ماسكه البرتقانه وبتعصري، فما بتبقيش قافله الغطا. وبيجي معاها السباتولا دي عشان لو انت عايزه يعني تمسحي حاجه او تنزلي حاجه بيها، بتساعدك في الموضوع ده. بس كده.
تخيلوا كام قطعة غيار في المجموعة كلها. ده غير الاهم بقى اللي انا ما قلتلكوش عليه، ان فيها الشفشق بتاع الخلاط. طبعا مجموعة هايلة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها. فعلا مجموعة يعني تكفي وتوفي كل اغراضك. ممكن تعمليها فيها. طماطم طبعا بتتعصر هنا حلوة قوي، ليه كذا سرعة وليه يعني بصوا ليه كذا سرعة اهو. تمام، مش عارفة هي كده جايبة ولا لأ. كذا سرعة اهو، والحرف البي ده علشان ما بيقفش عليه. يعني انت لو هنا هتوقفي هنا على كل سرعة اهو. تمام، لكن حرف البي ده انت بتعمليه كده بيرد معاكي تاني، بس لما بتعمليه كده بيضرب معاكي الحاجة اسرع. يعني البي ده لما تيجي تدوسي عليه كده تفضلي مثبته ايدك عشان يديكي اسرع من المعتاد، من الكل اللي فات ده، من كل السرعات. تمام. المجموعه دي كانت بكام؟ احنا قلنا البراون كانت في حدود 1700. قطعه الغيار لوحدها السكينه بالغطا، مش الكبه كلها، السكينه بالغطا كانوا عاملين 650 جنيه. المجموعه دي بتاعه الروبو ميكس دي كانت عامله يعني ما كبتش ال 2000 جنيه. والكلام ده برضو من 2 أو 3 سنين. انا بتكلم علشان العرايس اللي عايزه تجيب المجموعه دي، وحلوه قوي قوي، هتعجبكم جدا. وربنا يعين الجميع يا رب على الاسعار. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون اقوى. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. وان شاء الله باذن الله في حاجه تانية هعرضها لكم برضو، هعمل لكم عنها ريفيو الفيديو اللي جاي او اللي بعده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.